الانسان ملي كيتصفح ولا ملي الا قرا السيره الذاتيه الا بغينا نقولوا ديال السي المعطي، انا تتبدا بواحد المساله. انا اول مره سمعت بالمعطي منجب باش سمعت عليه بهذا الكتاب. علاش هذا الكتاب هذا مهم؟ لانه هذا كتاب ديال المعطي. لانه المعطي من المؤرخين الاولين الذين تجرؤوا وهضروا على التاريخ القريب ديال المغرب، هضروا على التاريخ اللي كيهضر على الحسن الثاني وعلى المهدي بن بركه وعلاش وقع من بعد الاستقلال ووقت الاستقلال الى اخره بصفه علميه، بمعنى اخر بواحد الصفه اللي ماشيه ديال البروباغندا. فهو من الناحيه العلميه ملي بدا المسار الثقافي ديالو، ملي بدا المسار الفكري ديالو، بدا بواحد المبادره اللي هي المبادره العلميه اللي جات في السياق ديال العمل ديالو كمؤرخ، اللي كان صراحه سابقه في الحقل ديال دروس التاريخ ديال المغرب. والى حد الان عندنا ما كاينش، ما كنشوفش انا شي انتاج كبير ديال المؤرخين المغاربه اللي كيهضروا لنا على التاريخ القريب. وانا هذا الشيء كنت نقدر نقول كاع كنت ضحيه منه كمدير ديال الجورنال، الا كان كيتعاب علينا اننا تنهضروا على التاريخ وماشي شغلنا التاريخ. وحنا المشكل هو كان نقص في الميدان العلمي. كانت اقليه قليله اللي كانت كتطرق بصفه شفافه وصادقه للتاريخ القريب ديال المغرب، ومنهم كان المعطي. فهذه من الناحيه اللي بغينا نقولوا العلميه. هي كاين مسائل علاش المعطي منجب استهدف، كاين مسائل اللي هي خاصه به وكاين مسائل اللي هي خاصه بالنوع ديال المثقفين اللي كيمثل. المسائل اللي خاصه به تنعتقد هو ملي بدا بهذا العمل هذا راه كان زعما المواقف ديالو ما كانتش مواقف اللي تتماشى مع المواقف ديال النظام وديال النخب الحاكمه اولا. ثانيا المعطي منجب كان مؤرخا ولكن دخل المجال ديال الصحافه، وملي دخل المجال الصحافه دخلوا وبقى مستمر فيه ملي مؤسساتيا الصحافه وبدات الصحافه المستقله مؤسساتيا، بقات بعض الاصوات اللي تتعمل كافراد ولا في اطار عمل مؤسس من الناحيه المؤسساتيه مقلص، بحال المواقع الالكترونيه اللي ما عندها شيء الامكانيات باش تكون مؤسسات على حقها وطريقها واقفه على رجليها. وهو كان من هذا المجاهد. فملي دازت هذاك الفوج اللي كانت تجربه ديال الجورنال فيه، اللي كانت تجربه ديال دومين فيه الى اخره، شكون اللي بقى من بعد؟ بقاو ناس بحالو وباز زاد هو دخل في هذا المجال.